ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض طريقة عمل ملوخية بالفراخ بطريقة جميلة ورائعة وجديدة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنجيب حلة على النار فيها مية، فيها فيها حبهان، فيها رشة فلفل اسود، رشة زعتر، معلقة ملح ومكعب مرقة. نغسل الفرخة بعصير الليمون والملح والمية كويس قوي من جوه من بره كل الجوانب. وبعد كده هنضيفها في المية اللي بتغلي، ومكعب مرقه ومعلقه ملح. هتستوي تلات ارباع تسويه ومتبله بتتبيله رائعه في كبه الخلاط، عباره عن بصل على طماطم على توم على توابل رائعه. نص معلقه بهارات، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه كمون، ونص بابريكا، ومعلقه ملح، ورشه جوز الطيب، رشه زعتر، رشه قرنفل بودره، رشة قرفة، ورشة حبهان بودرة، ومعلقة زيت، ومعلقة كاتشب أو معلقة صلصة اللي حضرتك المفضل. هنتبل الفرخة وندخلها في الشواية. بعد ما استوت واتحمرت خيط الذهبي، وبكده طلعناها في الطبق على المائدة بعد ما دخلناها في الشواية. بعد كده هنجيب حلة تانية فيها مرقة الفرخة، وغلت، وهنضيف في مرقة الفرخة طماطماية مقطوعة على اتنين أو على أربعة في مرقة الفرخة. وهنضيف كمان نص نص فلفلاية، نص الفلفلاية الحار نصها هنضيفها في المرقة اللي بتغلي على النار. وهنضيف فيها مكعب مرقة ومعلقة ملح ورشه فلفل اسود. ونجيب الملوخيه نخرطها نغسلها الاول ونقرطفها ونخرطها خرط ناعم، ومعاها توم. الملوخيه خرطناها خرط ناعم ومعاها توم مفروم، من اللي هي طشه الملوخيه. وبعد كده هنتغلي المرقه بتاعت الفرخه على النار، وفيها الطماطمايه اللي مقطعه على أربعة، وفصين توم مفرومين في المرقة نفسها، ونص فلفلاية حار. وبعد كده هتغلي غلية واحدة، مش نسيبها تغلي كتير لأنها بتسود. وهنبدأ نقلبها تقليبة واحدة وغلية واحدة. وهنبدأ نجيب طاسة على النار فيها سمنة على زيت على توم مفروم على كزبرة ناشفة، هتتحمر وتاخد اللون الذهبي. وبعد كده نجيبها نضيفها على على الملوخية بعد ما غلت غلية واحدة. وهي جميلة ورائعة بتاكلها على شم مهاجر. وبكده خلصت حلقة اليوم، طريقة عمل ملوخية جميلة ورائعة بالفراخ. وهنقلبها وهنتغلي غلية واحدة ونطفي عليها، والطشة حطينا لها وهنطفي عليها النار اهيت. وبعد كده هنبدأ نغرفها على الطبق عشان نقدمها على المائدة. جميلة. الفلفلاية، نص الفلفلاية الحار عملت فتحت الملوخية، فتحت لونها، ما بقتش اخضر غامق، اخضر فاتح اهي. والتومة كمان اللي حطيناها في الطاسة اللي فيها كزبرة ناشفة وسمنة بلدي، يا رائعة جميلة، ريحتها جايبة اخر الدنيا، خطيرة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بتاكلوا حاجة مهاجر. واشكركم واقول لكم قبل ما اشكركم واقول لكم مع السلامة، لو عجبتكم وصفة اليوم بتكات وحركات الشيف المهاجر جميلة ورائعة وجديدة. حطينا توم مفروم في الملوخية واحنا بنخرطها، وخرطنا كمان نص فلفلاية حار مع التوم المفروم، وضفنا كمان ورق كزبرة خضرة خرطناها بالمخرطة مع الملوخية. وفي الحلة اللي فيها مرقة الفرخة حطينا فيها طماطماية مقطعة على أربعة، ونص فلفلاية حار، ورشة فلفل اسود، مكعب مرقة ومعلقة ملح، وثوم مفروم. بعد كده جبنا طاسة على النار، ضفنا فيها سمنة على زيت على ثوم مفروم على كزبرة ناشفة اتحمرت خير الذهبي، وضفناها في حلة الملوخية. وبعد كده غرفناها في الطبق، طلعناها على المائدة بتكاتو حرش مهاجر. ولو
حلقة النهاردة وصفة أم هاجر ملوخية وعليها الطشة بالفراخ. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في قناة مطبخ أم هاجر أكلات مصرية وإعجاب، ولكم تحياتي وأشكركم وأقول لكم مع السلامة.